هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي ان احنا نعتني ببشره جسمنا الجافه، خصوصا في فصل الشتاء. لان للاسف البشره الجافه دي بتعمل مثلا خرابيش، بتعمل تعوير، بتعمل جلد وزه، حرفيا كل مشاكل البشره بتعملها البشره الجافه في الشتاء. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي ان احنا نخلي جسمنا مترطب اكتر، انعم، احسن. وبس كده، مهم ان احنا هنتكلم عن ازاي نعتني بجسمنا. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة واهم حاجة، ودي بجد هتبقى صديقك الصدوق في الشتاء كله، وهي الدراي براش. الدراي براش دي بجد احسن اختراع تقريبا انا شفته في الشتاء. انتظمي عليها شهر واحد بس وحرفيا هتشوفي الفرق. انتي بتستخدميها ازاي؟ جسمك اهم حاجه يكون جاف، ما يكونش جاي عليه ميه. بتبداي ان انت تستخدميها دواير كده على جسمك كله، خصوصا المناطق اللي هي بيكون فيها مشاكل. طب هي بتعالج ايه؟ اول حاجه بتعالج جلد الوزه، بتقلله. بتعالج مثلا التعوير والخرابيش اللي بتكون عندك، خصوصا لو في حته غامقه مثلا بسبب تعويره معينه او كده. لو انت برضو عندك مسام واسعه، سواء مثلا طبيعه جسمك فيها مسام واسعه، او مثلا بسبب الشيفنج، برضو بتعالجه. انا مش عارفه ازاي، بس هي فعلا بتعالج الجسم وبتخليه انعم واحلى بكتير. هي بيكون فيها الشكل ده لو انت مثلا حته قريبه من ايدك عايزه تعمليها، وبرضو بيكون معاها العصايه دي، بنركبها كده من ورا كده، تعملي بقى بيها جسمك كله في الحتت اللي انت مش عارفه توصلي لها بايدك. فبجد تحفه جدا جدا جدا. تاني حاجه بتنشف الجسم او بترطب الجسم، هي فكره الصابون اللي احنا بنستخدمه جوه الشاور، سواء كان شاور جيل مثلا او صابون. اللي انت عايزاه استخدميه، بس اهم حاجه ان هو يكون خالي من الكحول، لان الكحولات والحاجات دي بتنشف الجسم. فلو انت عارفه مثلا شاور جيل كويس ومناسب مع جسمك، مش بينشفه او كده، استخدميه. لكن انا بالنسبه لي احسن حاجه بالنسبه لي وارخص حاجه برضو، خصوصا لو حافظنا عليها بعيد عن الميه، هي صابونه الدوف. دي بجد بحسها اكتر حاجه بترطب الجسم، وفي نفس الوقت رخيصه. ولو حافظت عليها فعلا بعيد عن الميه بتقعد معاكي فتره طويله. فلو انت ما عندكيش اوبشن مثلا شاور جل مش بينشف جسمك، فبجد هاتي دوف فظيعه. تالت خطوة هي السكراب. السكراب فعلا من أهم الخطوات اللي لازم نعملها، خصوصا لو هتعملي بعديها شيفنج. لازم بقى ان انت تعملي سكراب. ليه؟ لان السكراب بيكون اساسا عباره عن حبيبات كده. تمام، الحبيبات دي انت بتاخديها وبتفركيها كده على جسمك كله. هو هيشيل الحاجات، مثلا الجلد الميت او الطبقه اللي هي بتكون ناشفه، فبالتالي بيخلي جسمك ناعم. حرفيا لو انت جبتي سكراب اغلى نوع وارخص نوع، كلهم هيعملوا نفس المفعول. فما تصرفيش فلوسك على حاجه انت ممكن تعمليها باقل مجهود او باقل فلوس. كمان ممكن تعمليها اساسا في البيت، اللي هو بشويه سكر على شويه قهوه، وهتعملي احلى سكراب في البيت. بس هو خطوه مهمه جدا جدا، خصوصا برضو لو هتعملي بعديه شيفنج. رابع حاجه وهي خطوه الشيفنج. لو انت بقى بتحبي تعملي شيفنج او مثلا بتعمليه عشان الليزر، فدي اكتر وقت مناسب تعملي فيه الشيفنج. تاني حاجه ان انت لما تيجي تعملي شيفنج، حاولي ان تستخدمي اي حاجه فيها رغوه، زي مثلا الشاور جيل او الصابونه بتاعه الدوف، بحيث ان الموضوع يكون سموز اكتر، ما تتعوريش. لحد هنا بتخلص الفقره بتاعه الشاور. وبعد كده اما نطلع بره بنبدا بقى ان احنا نرطب جسمنا. هل في حاجه معينه لازم نرطب بيها؟ لا، بس اهم حاجه برضو ما يكونش فيها كحول ينشف جسمنا. طيب انا الفتره الاخيره بقالي فتره كده برطب بالاتنين دول، يا اما بتاع الوايت ماسك او بالبونبون. بصراحه الاتنين تحفه، الريحه دي ولا اروع، والريحه دي عايز تتاكل. بدل بقى ما بينهم ده مره وده مره وغيرهم مره، بس دول اكتر اتنين انا بستخدمهم. بجد تحفه جدا، بينعموا الجسم وترطيبهم عالي جدا. سادس حاجة، ودي أكتر حاجة حرفيا أنا بكسل أعملها في العالم كله، وهي الترطيب عن طريق الزيوت. بجد الزيوت بترطب الجسم بطريقة عالية جدا جدا جدا. زي مثلا تحط زيت جونسون، أو زيت مثلا جوز الهند، أو زيت مثلا الزيتون، خصوصا لو حطها في منطقة الرجل، لأن الرجل بتكون ناشفة. وبجد الزيوت دي بترطب عالي جدا جدا. سابع حاجة، ودي بجد من أهم الحاجات، أنا مش عارفة حتى ما اتكلمتش عنها في الأول ليه، وهي فعلا من أهم الحاجات، وهي مزيل العرق. طبيعي 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 ولازم ومهم، وكل حاجه في العالم ان تكون منطقه الاندر ارم دايما مترطبه. انا بالنسبه لي خلاص دول بالنسبه لي بقى لا غنى عنهم. انا كنت جايباهم من مكان كده اسمه روزي على الانستجرام، ده بريحه التوت وده من غير ريحه. لو حد مثلا طالع عمره او كده،
الاتنين تحفة جدا، بالنسبة لي احسن من مليون براند يعني اجنبية. فظيع فظيع فظيع، مش هشكر فيهم اكتر من كده عشان ما بقاش اوفر، بس رائعين جدا. بيرطبوا، اللي بالتوت ريحته حلوة جدا، وبرضه تقريبا كان فيه بالمسك باين او حاجة زي كده، وبيفتحوا. حرفيا كل حاجه تكون محتاجها في مزيل العرق هتلاقيها فيهم. وبس كده. بالنسبه لي انا بقى ان انا استخدم روتين يكون بسيط كده وخطواته بسيطه، بالنسبه لي هيكون احسن، لان انا مش هكسل ان انا كل ما ادخل اخد شاور اعمله، فبالتالي التاثير بتاعه هيكون احسن من ان انا مثلا استخدم روتين فيه خطوات كتيره جدا، فانتظم مره وعشرة لا، فبالتالي مش هيديني اي تاثير. فبس كده، هو ده الروتين البسيط اللي خطواته بسيطه، اللي يخليني فعلا ما ازهقش او اكسل كل مره اعمله، فبالتالي هيديني تاثير احلى وافضل. وبس كده، لحد هنا خلص فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. لحد ما اشوفكم الفيديو الجاي، كونوا بخير والى اللقاء.